السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال أولى إعدادي، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. أهلا بكم في آخر درس وآخر محطة من محطات منهج العلوم أولى إعدادي الترم الثاني، واللي هنشرح فيها درس دورة الصخور. ده آخر درس في منهج العلوم. ربنا الحمد لله وفقنا إن احنا نصل ليه بتوفيقه وإذنه. كل اللي عايز منك في الدرس ده إنك تركز معايا. درس بسيط، المعلومات اللي فيه شيقة زي درس الماء بالظبط. خلاص، مش هطول عليك اكتر من كده. لو انت بتسمعني على اليوتيوب فما تنساش تضغط لايك للفيديو عشان يوصل لاصحابك. طبعا اشترك بالقناه لو عايز يصلك المراجعات والاسئله المهمه والمتوقعه في الامتحان، فاشترك بالقناه عشان ده كله يوصلك بكل سهوله. ويلا بينا نبدا في شرح درس دوره الصخور. اولى اعدادي جبت لكم السر اللي بيخلي طلبه اعدادي كل سنه يجيبوا الدرجه النهائيه في العلوم بفضل الله، والتعليقات اللي قدامك بتثبت كلامي لاصحابك اللي عملوا الكلام اللي هقول لك عليه دلوقتي. السر ده هو مذكره متعه العلوم للمراجعه النهائيه اولى اعدادي الترم الثاني، واللي عملناها السنه دي بشكل مميز. المذكره بكل بساطه بتضم اغلب او كل الاسئله اللي ممكن تجي لك في الامتحان باذن الله، طبعا مع الاجابات عشان تحل وتتاكد من اجاباتك بنفسك. طبعا عدد صفحات المذكره مش كبير، تقدر تحلها في الوقت اللي قبل الامتحان وتتاكد من الاجابات. المذكره مسهله عليك الموضوع ومجمعه كل اسئله المصطلح وعلل وماذا يحدث ومسائل متنوعه، وخصوصا مسائل الوحده الثانيه. في عدد كبير جدا من مسائل الوحده الثانيه بحيث تجمع اغلب او كل الافكار اللي ممكن تجي لك في الامتحان. وطبعا ما نسيناش كل رسومات الوحده الثالثه، رسومات الحشرات والحيوانات والنباتات اللي ممكن تجي لك موجوده في المذكره بفضل الله. وطبعا اسئله الوحده الرابعه بالرسومات اللي فيها، وفي اسئله شامله على المنهج كله، بحيث انك لما تحل على كل وحده لوحدها وتشوف الاجابات تحل على المنهج كله وبرضه تشوف الاجابات. طبعا في اسئله من المذكره دي احنا نحلها مع بعض هنا على قناه اليوتيوب عشان الناس تتابع معانا باستمرار. طبعا انت دلوقتي تقدر تحصل على المذكره دي على تليفونك وتذاكر منها على تليفونك وتحل الاسئله اللي فيها لو حابب، وتقدر تطبعها ورقيه زي كده من اقرب مكتبه ليك. لو حابب تحصل على المذكره على تليفونك وبعدين تطبعها لو حابب، فابعت لنا على ارقام التواصل الموجوده في اول تعليق، وهنقول لك طريقه الحصول عليها على موبايلك او موبايل والدك او اي حد تبعك. المهم انه هيكون خساره كبيره بصراحه لو انت مش معك المذكره دي ومش معك الاسئله دي، لانك لا قدر الله ممكن تخسر اسئله كتير جدا في الامتحان او الامتحان كله لو ما كنتش فاهم كل الاسئله الموجوده هنا، لانها ببساطه كل الافكار بتاع الامتحان باذن الله. في بدايه الدرس ده يا شطار احنا محتاجين نفهم يعني ايه صخور. ايه هي الصخور بالظبط؟ انتوا عارفين الصخور دي بالبلدي اللي هي الحجاره. عارف الحجر لما تكون مثلا ماشي في صحراء، تخيل انك ماشي في صحراء هتلاقي ايه؟ بتلاقي صخور. انت دلوقتي ماشي في صحراء في صخور كتير، في حجاره كتير. هي الصخور دي عباره عن ايه؟ ايه هي الصخور اصلا؟ ده اللي احنا محتاجين نفهمه. كلمه صخور يا حبايبي لما نيجي نعرف الصخور نقول عليها ايه؟ الصخور دي كده اجسام صلبه. يعني ايه كلمه اجسام صلبه؟ اجسام صلبه يعني صلبه زي السبوره دي كده. طيب عباره عن ايه الاجسام الصلبه دي؟ عباره عن ميه، ولا عباره عن نبات مانجا، ولا عباره عن انسان، ولا عباره عن ايه؟ قال لك لا، دي عباره عن او تتكون من معدن او اكثر. يعني هي عباره عن معدن او اكتر، يا اما معدن واحد او اكتر من معدن. هو يعني ايه معدن؟ معدن يا شطار زي النحاس ده معدن، الحديد ده معدن، الفضه، الالومنيوم، دي كلها عناصر او معادن. خلاص، فالصخر ده جسم صلب زي السبوره. بيتكون من ايه؟ من ميه؟ لا، بيتكون يا اما معدن واحد يا اما عده معادن، اكتر من معدن مع بعض بيكونوا لي الحجر او الصخر اللي احنا بنقول عليه حجر. طيب احنا كده فهمنا يعني ايه صخور. طب الصخور دي موجوده فين؟ موجوده عندنا في البيت ولا موجوده فوق البيت؟ الصخور دي يا جميل ممكن تكون موجوده في مكان من ثلاثه. يا اما موجوده على سطح الارض. يعني ايه على سطح الارض؟ يعني في الصحراء. مش انت قلت لك لو مشيت في صحراء مثلا او لو بتشوف في التلفزيون او على الانترنت هتلاقي في الصحراء في صخور حجاره كتير. يبقى ممكن تكون موجوده في على سطح الارض، وممكن تكون اسفل سطح الارض، يعني تحت الارض. يعني لو بحثنا ممكن نلاقي صخور تحت في الارض من تحت. خلاص، ممكن تكون موجوده في قاع
المحيطات. انتوا عارفين ان المحيط ده زي البحر كده، بس فيه ميه كتير جدا جدا جدا، وفي صفات معينه انتوا اكيد خدتوها في الدراسات. المهم ان المحيط ده مكان فيه ميه كتير، لو نزلنا تحت في المحيط ده تحت الميه دي هنلاقي صخور. يبقى كده محتاجين نعرف الصخور يعني ايه. دي اجسام صلبه زي السبوره كده، بس طبعا صلبه اكتر بكتير، بس السبوره ده عشان مثال. بتتكون من ايه؟ قال لك مكونه يا اما من معدن يا اما عده معادن، وهنفهم اكتر ده واحنا ماشيين. خلاص. طيب موجوده فين الصخور دي؟ في البيت ولا في اللجنه بتاع الامتحان، ولا موجوده فين؟ موجوده يا اما على سطح الارض على الارض، يا اما تحت الارض، يا اما في قاع المحيطات. تمام. طيب الصخور دي يا شطار في منها 3 انواع. الصخور في منها 3 انواع، يا اما حاجه اسمها صخور رسوبيه، يا اما حاجه اسمها صخور متحوله، يا اما حاجه اسمها صخور ناريه. انا عارف ان انت مش عارف الفرق بين الثلاثه، يعني ايه صخور رسوبيه ويعني ايه متحوله ويعني ايه ناريه. ايه الفرق بين الثلاثه؟ انت مش عارف وانا لسه ما شرحتهاش، فما توجعش دماغك ان انت مش فاهمها، انا لسه ما شرحتهاش اصلا. بس انت خليك عارف ان في 3 انواع من الصخور، في حاجه اسمها صخور رسوبيه، في صخور متحوله، في صخور ناريه، هنشرحها واحنا في الدرس ده. خلاص. طيب ايه الفرق طب بين الثلاثه؟ قلت لك انا ما شرحتهمش اصلا، انت مش عارف يعني ايه رسوب، يعني انت مش عارف وانا ما شرحتش. خلاص. طيب هنشرحهم بقى واحنا ماشيين دلوقتي. ولكن انا عايز اقول لك، هي الصخور دي مين اللي خلقها؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق كل شيء. عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول يا جميل ان دلوقتي وانت قاعد، لو انت طلعت فوق بيتكم دلوقتي وقعدت فوق بيتكم كتير، ايه اللي بيحصل؟ هتلاقي ايه؟ تقول لي هلاقي ايه يعني؟ هلاقي مثلا في هواء، صح؟ طب في ايه كمان؟ ممكن في الشتاء تلاقي مطره، صح؟ طيب في إيه كمان؟ في لو انت رحت مثلا الغيط، او رحت مكان فيه ميه ماشيه. اللي انا عايز اقوله ان في تغيرات عماله تحصل في الارض. الارض دي مش حاجه ثابته كده خلاص زي ما، لا، في تغيرات، في حاجات بتحصل، في تغيرات فيزيائيه وكيميائيه بتحصل، في حاجات كتير بتحصل. التغيرات دي يا جميل بتؤدي لحدوث، التغيرات اللي انا قلتها دي بتؤدي لحدوث حاجه اسمها عمليات جيولوجيه. يبقى في حاجه اسمها عمليات جيولوجيه بتحصل فين؟ في بيتنا؟ لا، بتحصل للصخور. يبقى في عمليات اسمها عمليات ايه؟ عمليات جيولوجيه. يعني ايه جيولوجيه؟ يعني لها علاقه بعلم الجيولوجيا. تقول لي هو ايه علم الجيولوجيا ده؟ مش احنا خدنا حاجه اسمها علم الكيمياء؟ الكيمياء ده بيدرس ايه؟ الكيمياء ده اللي هو بيدرس المواد الكيميائيه لما تتفاعل مع بعض، دي الكيمياء. لما قلنا، فاكر لما قلنا صبغه عباد الشمس، لما تضيف على ماده معينه بيتحول لونها الاحمر، ومش عارف لو ضفنا لماده ثانيه القلوي بيتحول لونها الازرق، دي كده حاجه كيميائيه. طب خدنا بعد كده الفيزياء، الحركه والسرعه وطاقه الوضع وطاقه الحركه، الكلام ده احنا خدناه، دي فيزياء، ده علم اسمه علم الفيزياء. تمام. طيب لو انت بتذاكر القران وبتحفظ قران وبتفهمه وبتحاول تدرسه كويس، ده علم القران. لو انت بتفهم الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكده، وازاي الحديث ده نزل ومعاني الحديث، ده علم الحديث. طب احنا بقى هندرس الصخور، الحجاره اللي موجوده في الصحراء او اللي موجوده في قاع المحيطات، فده علم اسمه علم الجيولوجيا. اسمه ايه؟ علم الجيولوجيا. الصخور احنا بقى ده كله عشان اقول لك ايه؟ عشان اقول لك ان الصخور، الحجاره يعني، بيحصل لها عمليات جيولوجيه. ايه العمليات دي يعني؟ عشان بس ابقى فاهم، في 3 عمليات عليكم يا اولى اعدادي. في عمليه اسمها عمليه التجويه، وفي عمليه اسمها عمليه التعريه، وفي عمليه اسمها عمليه الانصهار والتبلور. تقول لي صباح الخير انا مش فاهم اي حاجه. هقول لك ولا انا فاهم، تعال نشوف حد يشرح لينا. طيب انا عارف ان انت مش فاهم وانا جاي اشرح لك. بنقول في حاجات بتحصل للصخور، عمليه اسمها عمليه التجويه. التجويه دي هنفهمها حالا دلوقتي. في تعريه، في انصهار وتبلور، وكده يبقى خلصنا الدرس اصلا. درس اصلا بسيط. طيب تعالوا نفهم اول حاجه اللي بتحصل للصخور دلوقتي يا حبايبي، بس عشان الناس اللي ايه اللي تاهت. احنا هنشرح ايه؟ احنا هنشرح حاجه بتحصل للصخور اسمها تجويه. تمام؟ يعني لو انت عندك صخر دلوقتي، حجر اهو، ده حجر صخر، الصخر ده بيحصل ليه عمليه اسمها عمليه تجويه. طب ايه التجويه دي؟ يعني ايه يعني اللي بيحصل للصخر ده؟ التجويه دي بكل بساطه يا جميل يعني الصخر ده يتكسر،
يتكسر ويتفتت بس. شفت الدنيا سهله ازاي؟ يعني انت لو معك صخر، تمام، والصخر ده اتكسر واتفتت، لاجزاء صغيره، بنسمي دي تجويه بس. يبقى كلمه تجويه يعني ايه؟ تجويه يعني تكسير وتفتت، اتفتت للصخور. والموضوع ده مش بيحصل في يوم ولا اتنين، لا ده بيحصل عبر ملايين السنين، بياخد وقت كتير جدا جدا عشان يحصل. مش بيحصل كده نصحى الصبح نلاقي الصخور اتفتتت، لا بياخد وقت كتير. سهله؟ يبقى كلمه تجويه يعني ايه؟ تجويه يعني تفتيت وتكسير. لمين؟ للصخور. في اسبوع؟ لا. في سنه؟ لا. في ملايين السنين. تيجي في الامتحان يقول لك يعني ايه تجويه؟ قول له تفتيت او تكسير وتفتت للصخور عبر ملايين السنين. التجويه دي يا شطار لها نوعين، او في منها نوعين. في حاجه اسمها تجويه. طب تعالوا نكتبها هنا. التجويه دي في منها نوعين، يا اما تكون تجويه ميكانيكيه، يا اما تكون تجويه كيميائيه. ايه الفرق؟ احنا قلنا بس تجويه يعني ايه؟ يعني عندي صخر اهو، الصخر ده اتفتت، اتكسر، تمام؟ دي معنى كلمه تجويه. طيب تفتكروا ايه اللي ممكن يفتت الصخر؟ يعني الصخر اللي موجود في الصحراء ده مثلا، ولا اللي موجود في البحر، ايه اللي ممكن يفتته عبر ملايين السنين؟ قال لك والله حاجات كتير، وانت عارف منهم، انت عارفهم كلهم اصلا، بس انت محتاج تركز. هقول لك مثلا حاجه منهم. ايه دي؟ دي ازازه ميه، صح؟ طيب ايه رايكم لو انا جبت ازازه الميه دي ومليتها ميه؟ تقول لي ماشي، ايه المشكله يعني؟ لا ده انا هملاها ميه للاخر، يعني هملاها ميه لحد هنا كده، لحد البق بتاعها، تمام؟ فهملى الازازه ميه لحد الاخر خالص خالص، وبعدين اقفل الغطا بالعافيه، وبعدين هحط الازازه دي في فريزر الثلاجه. ركز معايا. فلما احط الازازه دي في فريزر الثلاجه واسيبها يوم واتنين، الازازه ايه اللي هيحصل؟ الميه ايه اللي هيحصل ليها؟ هتتلج. الميه لما تتلج بقى يا جميل، الميه لما تتلج حجمها هيزيد. حجم الميه اللي جوه الازازه دي بيزيد، فساعتها الازازه دي 100% هنقول عليها ايه؟ هتنفجر. الازازه دي نفسها بالبلدي كده بنقول هتتفرتك من كتر الميه، التلج اللي فيها حجمه زاد. انت عارف كانك حاطط ايه؟ كانك حاطط حاجات كتيره جدا 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 مثلا في العلبه دي، حاطط فيها اكتر من اللي هي تستحمله، فهي اللي هيحصل ليها هتتكسر. فنفس الكلام ازازه الميه دي لو مليناها ميه للاخر وحطيتها في فريزر الثلاجه وسبتها لحد ما تبقى تلج كتير، فالتلج ده، الميه لما تبقى تلج حجمها بيزيد. ربنا سبحانه وتعالى خلقها كده، ربنا خلق الميه لما تتلج حجمها يزيد، فالازازه هتبوظ خلاص. فهو نفس الكلام بقى يا جميل، نفس الكلام يا جميل لما يكون عندي صخر. الصخر ده زي كده اهو، تمام؟ الصخر ده فيه شقوق، في شق كده اهو وشق هنا اهو. لما الميه يا جميل تدخل في الشقوق دي، ميه المطر بقى، في الدنيا مطرت مثلا والميه راحت داخله في الشقوق بتاع الصخر ده، وبعدين الجو بقى شتاء والدنيا برد جامد، فالميه دي تلجت. فلما الميه دي تتلج، قلت لك دلوقتي حجمها بيزيد. يعني الميه مثلا لو كانت كده، لما تتلج لا هتبقى كده مثلا، شوف حجمها زاد. فالميه لما حجمها يزيد في الشقوق بتاع الصخر دي، حجمها هيزيد، فالشقوق هتزيد، يعني الصخر نفسه هيتكسر، فهيتعمل شروخ جديده. يعني يبقى في مثلا شرخ هنا كده، الصخر هيتشرخ عشان يقدر يستحمل الميه دي كلها. فالميه دي لما ترجع تاني ميه عاديه تنصهر يعني. ما انت خلي بالك، الميه دي لما تتحول لتلج بنقول عليها بتتجمد. طب لما التلج يرجع لميه بنقول عليها تنصهر. فلما الميه دي تنصهر تاني هتدخل فين؟ هتدخل في الشقوق الجديده اللي اتعملت دي، وبعدين تتلج فشقوق تاني تتعمل. فكده الصخر اللي بيحصل ليه بيتكسر وبيتفتت. هي دي عمليه التجويه. يبقى عمليه التجويه حصلت بسبب ايه؟ بسبب تجمد. دي كده تجويه ميكانيكيه. بسبب ايه؟ بسبب تجمد المياه في الشقوق، بسبب تجمد المياه في الشقوق بتاع الصخر. وانا فهمتك بقى الطريقه ازاي. اعتبر ان ده صخر، ده حجر جواه ميه كتير اتملت للاخر، حطيتها في الفريزر تلجت،
فلما تتلج الحجم بيزيد، يعني هيحصل تشقق، هيحصل تكسير. نفس الكلام الميه لما تدخل في الصخر زي ما فهمتك بقى اللي بيحصل. طيب انت فاهم يعني ايه كلمه تجويه؟ تجويه يعني تفتت وتكسير للصخور. بسبب ايه؟ قلنا يا اما في حاجه اسمها تجويه ميكانيكيه. ميكانيكيه يعني ايه؟ يعني في حاجه هي اللي عملت الموضوع، في حاجه حاجه اتحركت هي اللي تسببت في التكسير ده، زي تجمد الميه. وانا فهمتك بقى الميه لما بتتجمد حجمها بيزيد. طب زي ايه كمان؟ زي جريان الميه، جريان المياه. الميه وهي ماشيه يا جميل، الميه وهي ماشيه في البحر وهي ماشيه فتره كبيره برضو بتاكل في الصخر، بتسبب تكسير وتفتيت للصخر. دلوقتي مثلا البحر اهو، البحر اهو، ميه البحر ماشيه عادي، بس خلي بالك لما يكون في صخر في الميه نفسها، الميه وهي ماشيه وهي بتجري كده كده بتنحت في الصخر، تنحت لانها ميه. مع عبر سنين بقى كتير قوي 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 الصخر بيتاكل وبيتفتت، فبنسمي دي تجويه ميكانيكيه. كمان يا جميل الرياح، حركه الرياح، الهواء هو ماشي بس برضه في وقت كتير قوي قوي بياكل في الصخر. الهواء وهو ماشي بينحت في الصخر، فدي برضه الصخر اللي بيحصل ليه؟ بيتكسر. ما هو الصخر بيتكسر من الهواء بس مع وقت كتير، مش من اسبوع ولا شهر ولا سنه، لا ملايين السنين. فالصخر بيتاكل بسبب الهواء الكتير. كمان يا جميل، كمان اخويا الجميل، كنا نمسح الجزء ده عشان افهمك اللي بعده. لما يكون عندي صخر كده اهو، تمام، والصخر ده في شجره طلعت اهي، شجره موز ولا برتقال، لا اشجار من اللي هي جذورها جامده قوي دي. فالشجره دي يا جميل وهي بتكبر الجذور بتاعتها بتدخل في الصخر، جذور النبات اهي، جذور الشجره اهي، الجذور. فالجذور وهي ماشيه يا جميل بتكسر في الحجاره، بتكسر في الصخر. فبرضه جذور النبات بتعمل تجويه ميكانيكيه. هو احنا بنشرح فيها يا جماعه عشان الناس اللي مش فاهمه، الناس اللي تاهت، بنشرح بكل بساطه. بنقول عندنا صخور، حجاره، الصخور دي بيحصل ليها حاجات معينه، الحاجات دي اسمها عمليات جيولوجيه. زي ايه؟ زي حاجه اسمها التجويه. يعني ايه تجويه عشان مش فاهم؟ تجويه يعني الصخر، الحجر اللي عندي يتكسر. الله، ايه اللي يكسره؟ قلنا في حاجه من اتنين تكسره، في حاجه اسمها تجويه ميكانيكيه وفي حاجه اسمها تجويه كيميائيه. شرحنا التجويه الميكانيكيه، قلنا زي ايه؟ التجويه الميكانيكيه زي الميه لما تتجمد، زي الميه وهي ماشيه، زي الرياح وهو جاي، ده كله ممكن يكسر لي في الصخور. زي النبات، جذور النبات لما تنزل تحت، ده كله ممكن ايه؟ يكسر لي ويفتت لي الصخور. فالموضوع ده اسمه تجويه ميكانيكيه. كمان يا جميل احنا قلنا الصخر ده عباره عن ايه؟ قلنا الصخر دي اجسام صلبه تتكون من معدن او اكثر. معدن زي مين؟ قلت لك زي الحديد، الفضه، الذهب، دي كلها معادن. المعادن يا جميل ربنا سبحانه وتعالى خلقها ان المعادن دي، ركز معايا، المعادن دي بتتمدد بالحراره وبتنكمش بالبروده. تقول لي انا مش فاهم اي حاجه، انت خدت الكلام ده في ابتدائي لو تفتكر، بس انا يعني بشرحه لك من الاول اهو. دلوقتي يا جميل لما يكون عندك معلقه، تمام، والمعلقه دي معدن، وتحط المعلقه دي على النار سخونه، يعني جو سخن اهو، المعلقه دي لو سبتها فتره هتتمدد. يعني ايه هتتمدد؟ يعني هتبقى اكبر من الطبيعي. يعني لو المعلقه دي كانت كده اهو، اما تحطها على النار لا هتبقى كده اهو، كبرت شويه اهو، صح؟ طبعا ممكن انت ما تلاحظش ده وما تعملش التجربه دي، بس انا بفهمك خلاص. فالحراره بتخلي المعدن يتمدد والبروده بتخليه ينكمش. فالصخر نفسه بقى، الحجر نفسه، لما يكون مثلا الصخر ده جميل موجود في مكان كده اهو، تمام، مثلا اتخيل معايا ان الدايره دي صخر، تمام، ففي الشتاء والجو برد الصخر ده هيصغر، طب في الحر والجو صيف الصخر ده هيكبر، فممكن هو بيكبر يعني يتكسر. فمعنى انه يتكسر يعني تجويه. فاللي انا عايز اقوله ان انكماش وتمدد المعادن المكونه للصخر دي بتعمل تجويه ميكانيكيه. يعني ايه تجويه ميكانيكيه؟ قلت لك يعني
تفتت وتكسير للصخر. ده معنى كلمه تجويه ميكانيكيه. يعني ايه تجويه ميكانيكيه؟ قلت لك يعني تفتت وتكسير للصخر. بس سؤال، هل الصخر اتحول لحاجه تاني؟ يعني هل الصخر اتغيرت طبيعته ولا هو زي ما هو صخر؟ تقول لي هو زي ما هو صخر. ايوه، يعني ما اتغيرش طبيعه الصخر، صح؟ تقول لي ايوه ما اتغيرش طبيعه الصخر. يعني من الاخر انا عايز اقول لك ان ما حصلش تغير كيميائي. التغيرات الميكانيكيه غير الكيميائيه اللي هنفهمها دلوقتي. فلما يقول لك في الامتحان التجويه الميكانيكيه يعني ايه؟ قول له يعني تفتت وتكسير للصخر بس بدون حدوث تغيرات كيميائيه. طب ايه الحاجات اللي تعمل تجويه ميكانيكيه؟ هو يعني ايه اصلا تجويه ميكانيكيه؟ قلت لك 1000 مره، حرام عليك ركز معايا. تجويه ميكانيكيه يعني الصخر يتكسر بس من غير ما يتغير كيميائيا. ايه اللي يكسر يعني الصخر؟ الشاكوش. ايوه الشاكوش يكسره، بس الحاجات اللي علينا انها تعمل تجويه ميكانيكيه: اول حاجه تجمد الميه تتجمد، تاني حاجه الميه وهي ماشيه في البحر، جريان الميه يعني، تالت حاجه الرياح، الهواء وهو ماشي، رابع حاجه جذور النبات بتنزل في الصخر تكسره، واخر حاجه انكماش وتمدد المعادن المكونه للصخر. ما هو الصخر ده عباره عن معادن اصلا. خلاص. طيب تاني حاجه قلنا التجويه الكيميائيه. يعني ايه تجويه كيميائيه؟ يعني تجويه بتخلي طبيعه الصخر يتغير، بتخلي في تفاعلات، بتخلي في تفاعل كيميائي يحصل، تفاعل كيميائي معين يحصل. قلت له انا مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، هو احنا هنفطر بايه؟ هقول لك هنفطر بايه. بص يا جميل، دلوقتي لما يكون عندي الصخر كده اهو، في صخر يا جميل اسمه صخر الحجر الجيري. اسمه ايه؟ صخر الحجر الجيري. صخر الحجر الجيري ده تقدر انت لو جبت الصخر ده تحط عليه حمض معين. فاكر الاحماض اللي خدناها في الوحده الاولى؟ الله يرحمها، هنراجع عليها ان شاء الله ما تقلقوش. ففي صخر اسمه الحجر الجيري. انا ممكن اجيب للصخر ده حمض معين واحطه على الصخر ده، هلاقي ايه؟ هلاقي ان الصخر ده في حاجات غريبه بتحصل، في تفاعل كيميائي بيحصل، وفي فقاعات بتطلع لفوق، فقاعات انابيب بتطلع لفوق. لو انت ولعت عود كبريت وقربت الانابيب وقربت عود الكبريت من الانابيب دي، هتلاقي عود الكبريت طفى. ليه؟ لان الفقاعات اللي طالعه دي يا جميل عباره عن غاز اسمه غاز ثاني اكسيد الكربون. الغاز ده بيطفي عود الكبريت. ده معناه ان حصل تفاعل كيميائي معين. انا عارف ان انت مش فاهم، هقول لك تاني. دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول في صخر، تخيل معايا ده صخر اسمه الحجر الجيري. اسمه ايه؟ الحجر الجيري. مين اللي سماه كده؟ العلماء، ما تزعلش منهم. ده كده صخر اسمه ايه؟ الحجر الجيري. ماله يعني؟ ده بيشتغل ايه؟ اسمه ايه؟ الحجر الجيري. حجر بيعمل ايه؟ انت لو جبته وحطيت عليه حمض معين، فلما تحط عليه حمض، ماده حمضيه يعني اللي هي كانت بتحمر ورقه عباد الشمس في الوحده الاولى، فاكر؟ المهم احط على الحجر ده او على الصخر ده حمض، هلاقي ايه؟ هلاقي ان الصخر ده بيتاكل، بيحصل تاكل فيه، بيتفتت وبيتكسر. يعني حصل ليه تجويه. تمام؟ طيب في فقاعات عماله تطلع، في انابيب عماله تطلع كده. ولو انت ولعت عود كبريت وجبت عند الانابيب دي، عود الكبريت هيطفي. ليه؟ لان في غاز اسمه ثاني اكسيد الكربون بيطلع. استفيد ايه يعني؟ استفيد ان في تفاعل كيميائي حصل. طب خد بالك ان حصل حاجتين كده، لو انت مش فاهم ده كله حصل حاجتين. الصخر ده اتاكل ولا ما اتاكلش؟ تقول لي ايوه اتاكل، اتكسر، يبقى حصل تجويه. هو اتكسر فعشان كده بنقول انه حصل تجويه. طب التكسير اللي حصل ده بسبب هواء ولا بسبب مواد كيميائيه؟ لا، بسبب مواد كيميائيه، الحمض. اذا حصل تجويه كيميائيه. يبقى اذا يا جميل التجويه الكيميائيه اللي احنا عمالين نشرحها بقالنا ساعه دي يا جميل حصلت. يعني ايه تجويه كيميائيه؟ يعني تفتيت او تكسير وتفتت لمين؟ ليا؟ لا، للصخر. طب مع حدوث ايه؟ مع حدوث تغيرات كيميائيه. تقول لي هي فين التغيرات الكيميائيه دي؟ او فين التغير في التركيبه الكيميائيه اللي حصل ده؟ مش انت عندك الصخر كان هنا اهو؟ تقول لي مش الصخر ده لما حطيت عليه حمض طلع مواد معينه، طلع فقاعات. ده معناه ان حصل تفاعل كيميائي وحصل تغير في تركيب الصخر اللي قدامك ده. يبقى خد بالك ان انا قلت على ده تجويه كيميائيه بسبب انه حصل تكسير وتفتت للصخور، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان حصل تغير في التركيب الكيميائي بتاعها. تمام؟
دي التجويه الكيميائيه. تقول لي طيب دلوقتي مثلا في صخر موجود في الميه، او في صخر موجود في الصحراء، ايه اللي هيجيب مواد كيميائيه للصخر ده؟ ايه اللي هيجيب حمض عليه ولا قلوي ولا الحاجات دي؟ هقول لك انت ناسي ان احنا خدنا حاجه اسمها الامطار الحمضيه. مش الامطار الحمضيه دي كان فيها مواد حمضيه اللي كانت بتسبب في تاكل المباني والصخور وموت الكائنات البحريه؟ انت ناسي؟ فالصخر دلوقتي يا جميل بيجي عليه مواد كيميائيه من الامطار او ماشيه في البحر، فالمواد الكيميائيه دي بتسبب ان الصخر ده يتغير تركيبه الكيميائي، دي بنسميها التجويه الكيميائيه. انت عارف هو مديك مثال عليك في الكتاب، في مكان في امريكا، محميه في امريكا اسمها محميه يولستون. ليه الصخور اللي في محميه يولستون بيحصل لها تجويه كيميائيه؟ اشمعنى؟ قول له لان الميه السخنه، الميه الحاره اللي بتيجي على الصخور دي، والميه دي غنيه بالمعادن، هي دي اللي بتعمل تجويه كيميائيه. يبقى التجويه الكيميائيه اللي بتحصل في امريكا في محميه يولستون بسبب ايه؟ بسبب الميه الحاره، الميه السخنه الغنيه بالمعادن، فيها معادن، فيها مواد كيميائيه، هي دي اللي بتعمل تجويه كيميائيه. خلاص يا جميل؟ طيب دلوقتي يا جميل فهمنا الفرق بين التجويه الميكانيكيه والتجويه الكيميائيه. بيقول لك في نوع من التجويه الكيميائيه، نوع من التجويه الكيميائيه اسمه التجويه الكرويه. ايه التجويه الكرويه دي؟ التجويه الكرويه دي بيقول لك نوع من انواع التجويه الكيميائيه بتاخذ فيه الصخور شكل كروي، يعني الصخور بيبقى شكلها في الاخر عامله شكل الكره باستمرار عمليه التآكل. ازاي ده بيحصل؟ هقول لك ازاي بيحصل. دلوقتي يا جميل بيبقى عندنا الصخر، صخر مثلا كده اهو، في صخر اسمه صخر الحجر الجيري اللي احنا قلناه. الصخر ده مع استمرار عمليه التجويه بيحصل تجويه للصخر ده، تجويه كيميائيه، فالحواف بتاع الصخر ده بتتاكل، حواف الصخر اللي قدامك ده بتتاكل كده اهو. فحواف الصخر ده يا جميل لما تتاكل، الحجر ده هيبقى في الاخر شكله عامل ايه؟ الحواف بتتاكل بسرعه، فمع استمرار عمليه التاكل الصخر ده يبقى شكله عامل كده اهو، عامل زي الكره، لان الحاجات اللي على الحرف انت عارف انت بيقولوا عليها بالبلدي بيتحفف. الصخر ده بيتحفف، يعني بيتاكل الحواف بتاعته فبيتحول لشكل الكره. فيعني ممكن يقول لك ايه هي التجويه الكرويه، فانت تبقى فاهم ان التجويه الكرويه نوع من انواع التجويه الكيميائيه اللي بيحصل ان الحواف بتتاكل بشكل سريع، فمع استمرار عمليه التاكل بيتحول الصخر لشكل كروي باستمرار عمليه التاكل. خلاص يا جميل؟ طيب خد بالك ان انت لو حطيت في الثلاجه بتاعتكم مكعبات ميه وتحولت لمكعبات ثلج، يعني لو انت عندك مكعبات ثلج وسبت مكعبات الثلج دي بره الثلاجه، ايه اللي هيحصل ليها؟ مكعبات الثلج اللي هيحصل لها جميل انها هتسيح بالبلدي، هتتحول لميه، هتنصهر، فلما هتنصهر هتاخد الشكل المنحني، وهي بتنصهر في الاخر هتبقى ميه اصلا. بس هو عايز يقول لك ايه في الكتاب، او عايز يقول لك ايه في المنهج؟ ان الثلج ده ميه، صح؟ اصله ميه. طب هل الميه اتغيرت؟ يعني الخواص بتاعتها اتغيرت؟ يعني اتحولت لمانجا؟ تقول لي لا. اتحولت لاي ماده ثانيه غير الميه؟ لا. يعني اللي حصل للميه ده مش تجويه كيميائيه، ده من الاخر يعني. فهمت؟ يبقى التلج لما يكون تلج مكعبات ويبدا يتحول لشكل منحني او يسيح ويتحول لميه، مش بنسمي دي تجويه كيميائيه. ليه؟ لان ما حصلش تغيرات في التركيب الكيميائي للميه، الميه زي ما هي. خلاص؟ طيب بيقول لك بقى هو ايه؟ بيقول لك عارف الحجر الجيري؟ ماله الحجر الجيري اللي احنا عمالين نجيب سيرته في التجويه الكيميائيه دي؟ بعدين هتخلص. حاضر هتخلص. بيقول لك الحجر الجيري ده يا جميل ممكن ناخده ونفتته، تمام؟ هيطلع منه ماده اسمها كربونات الكالسيوم. الحجر الجيري في ماده بتيجي منه اسمها ماده كربونات الكالسيوم. الماده دي بيقول لك بتستخدم في عمل الجبيره. عمل ايه؟ الجبيره. ايه الجبيره دي؟ الجبيره حد منكم دراعه اتكسر قبل كده او رجله اتكسرت؟ اللي دراعه او رجله او صباعه بيتكسر بيتجبس، بنقول عليها احنا بالعربي بيتجبس او بيتجبر او بيتحط له كبيره، البتاع البيضه دي اللي بتحط له فيها الجبس، بنقول عليها احنا بالمصري بالبلدي كده. خلاص اهو الجبيره دي يا جميل عباره عن كربونات الكالسيوم. خلاص؟ فيقول لك مثلا ايه اهميه كربونات الكالسيوم؟ قول له تستخدم في الجبيره، في صنع الجبيره التي تستخدم في علاج كسور العظام. ماشي يا جميل؟
انت دكتور فاهم بقى الدنيا دي. خلاص، نشرح في ايه احنا دلوقتي؟ نشرح في ايه؟ علوم ولا دراسات ولا انجليزي ولا ايه؟ Are you listening to me? Are you watching this video or you are sleeping right now؟ شكل عربي مش نافع وانجليزي مش نافع. لا ان شاء الله نافع، في ناس فاهمه صح؟ طيب احنا بنشرح في حاجه اسمها الصخور. بنقول الصخور دي اللي هي الحجاره بيحصل ليها حاجات معينه، تغيرات معينه. في حاجه اسمها التجويه، وقلنا يعني ايه كلمه تجويه بالعربي خالص؟ تجويه يعني تكسير، الصخر بيتكسر، دي معنى كلمه التجويه. خلاص؟ طيب وشرحناها بقى، قلنا الصخر بيتكسر، في حاجه اسمها تجويه ميكانيكيه وفي حاجه اسمها تجويه كيميائيه، وشرحنا الفرق ما بينهم بالتفصيل. تاني حاجه جميل التعريه. ايه كلمه التعريه دي؟ ايه الكلمه الغلط دي؟ يعني ايه كلمه التعريه؟ كلمه التعريه دي كلمه سهله اصلا جدا. كلمه التعريه بكل بساطه يا جميل، صلى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هو يعني ايه تجويه اللي احنا شرحناها بقالنا ساعه عمالين نشرحها دي؟ التجويه بكل بساطه يا جميل اللي احنا شرحناها يعني الصخر بيتكسر. يعني انا عندي دلوقتي صخر اهو اتكسر بقى حتت صغيره، اتفتت من فوق. طيب دي كلمه التجويه. الصخر بقى ده، الحتت بقى دي يا جميل لما تتنقل لمكان تاني، لما الفتات ده ينتقل لاماكن تاني، ده معنى كلمه التعريه. بس عرينا الحاجات دي جبناها هنا بس. يبقى كلمه التعريه معناها ايه؟ معناها عمليه نقل الفتات الصخري، نقل الفتات الصخري بعيدا عن المكان اللي حصل فيه، بعيدا عن المكان اللي اتنقل منه، يجي هنا. خلاص؟ يبقى كلمه التعريه يعني ايه؟ اللي احنا سهله جدا. كلمه التعريه يعني نقل الفتات الصخري والرسوبيات. كلمه الرسوبيات يعني الحاجات، يعني الفتات الصخري ده يعني دقائق الفتات الصخري اللي حصلت في مكان عمليه التجويه. خلاص؟ يبقى التعريه هي عمليه نقل الفتات الصخري بعيدا عن المكان التي نقل منها. الفتات الصخري ده بيروح فين؟ بيروح في مكان تاني اهو. لما يروح في مكان تاني هنسميه الرسوبيات. يعني ده كده اسمه ايه؟ الحاجات الصغيره دي اسمها ايه؟ اسمها الرسوبيات. كلمه رسوبيات يعني ايه؟ يعني دقائق يعني حاجات صغيره. الفتات الصخري التي نقلت من الاماكن التي حدثت بها عمليه التجويه. خلاص؟ ده معنى كلمه الرسوبيات. تاني كلمه التعريه يعني ايه؟ التعريه يعني حته الصخر اللي اتكسرت دي اتنقلت هنا بس، بعيدا يعني عن الموضع اللي حصل فيها الموضوع التجويه. طب لما تتنقل هنا بنسميها ايه؟ بنسميها منى ولا بنسميها نجلاء ولا بنسميها ايه بالظبط؟ بنسميها الرسوبيات. يبقى كلمه الرسوبيات يعني ايه؟ يعني دقائق الفتات الصخري التي نقلت بعيدا، مشيت بعيد عن مكان التجويه، راحت بعيد. خلاص كده راحت بالهواء يعني. تمام؟ ده معنى كلمه التعريه. والموضوع ده يا جميل بيحصل في هضبه اسمها هضبه الحبشه. انتوا عارفين نهر النيل اللي احنا بنشرب منه؟ نهر النيل ده اصلا جاي يا جميل بيعدي على هضبه، يعني مكان عالي كده فيه صخور كتير، اسمها هضبه الحبشه. انتوا خدتوها في الدراسات غالبا، هضبه الحبشه. فهضبه الحبشه دي يا جميل بيحصل عليها عمليه صخور يعني حجاره، بيحصل عليها عمليه تجويه. يعني ايه تجويه؟ يعني تكسير. طيب والفتات ده يا جميل بيتنقل مع الميه، يعني الفتات ده بيتنقل مع الميه بتاع نهر النيل. ادي نهر النيل ماشي اهو، الميه بتاعته ماشيه اهي، ده كده نهر اهو، ميه ماشيه اهي. تمام؟ وفي فتات بينتقل بقى مع جاي من هضبه الحبشه وجاي لينا في مصر. لما يتنقل دي التعريه بقى، دي عمليه التعريه. انت فاهم؟ يبقى بنقول ايه تاني بالراحه؟ بنقول نهر النيل اللي احنا بنشرب منه جاي بيعدي على حاجه اسمها، اصلا من المنابع بتاعته الاساسيه حاجه اسمها هضبه الحبشه. هضبه الحبشه دي صخور حجاره بيحصل عليها تجويه. يعني ايه تجويه؟ يعني تكسير وتفتيت. خلاص؟ طيب اتكسرت واتفتتت الصخار، الحجاره دي بتروح فين؟ بتنتقل مع الميه وبتروح بقى تيجي لنا في مصر هنا. حتى الميه اصلا ممكن نلاقيها او هي جايه في الاول يعني لونها بني. ليه لونها بني؟ عشان فيها فتات، فيها صخور صغيره منقوله. فالعمليه دي اسمها عمليه تعريه. خلاص؟ وعلى فكره الموضوع ده مفيد، هو بصراحه يعني مفيد يعني له حاجه حلوه وحاجه وحشه، ليه ميزه وليه عيب. مفيد ليه؟ قال لك مفيد، عمليه التعريه دي مفيده عشان ايه؟ عشان ده جميل الفتات الصخر اللي جاي ده والطمي اللي جاي ده، طمي يعني ايه؟ طمي زي الطينه كده. خلاص؟ ده بيكون مفيد للاراضي الزراعيه. اصلا الاراضي الزراعيه اللي في مصر
بتزرع حلو وكويسه بسبب الطمي اللي جاي ده، بسبب الفتات الصخري اللي جاي. ما هو الفتات الصخري ده مفيد في الزراعه، خلاص، فمفيد عشان الزراعه. عمليه التعريه دي مفيده عشان الزراعه، بس ضاره، يعني لها ضرر. ايه الضرر بتاعها؟ الضرر بتاعها يا جميل انها بتؤدي لتاكل الشواطئ. يعني لما يكون في بحر اهو، البحر ده الميه عماله تنقل حاجات صغيره، فتات صغيره، الموضوع ده بيؤدي لتآكل الشواطئ بسبب امواج البحر. الميه رايحه وجايه رايحه وجايه، فتؤدي لتآكل الشواطئ. يبقى لما يقول لك عمليه التعريه، عمليه التعريه اللي احنا شرحنا التجويه وخلصناها، التعريه بقى دي قربنا نخلصها برضو. بيقول لك ايه؟ سلاح ذو حدين. يعني ايه كلمه سلاح ذو حدين؟ يعني ايه الكلمه الصعبه دي؟ لا مش صعبه، الكلمه دي معناها ان هو حلوه ووحشه، مفيد وضار. فهمت؟ فلما اقول لك التعريه سلاح ذو حدين، ازاي؟ يعني معناها يقول لك ازاي مفيده وضاره؟ قول له مفيده عشان بتؤدي مفيده في الزراعه، مفيده في تكوين التربه الزراعيه. اصلا اغلب الاراضي بتاع الدلتا النيل ومصر بشكل عام، الاراضي الزراعيه اللي فيها اتكونت وبتزرع بشكل جيد وممتاز بسبب عمليه التعريه، خلاص. ولكنها ضاره، التعريه دي ضاره بسبب انها بتؤدي لتآكل الشواطئ عبر ملايين السنين او مع الوقت، يعني خلاص، بسبب امواج البحار او امواج الميه بشكل عام. ده عمليه دي كده اللي احنا بنشرحها، عمليه التعريه. فهمتوا يعني ايه تعريه؟ في فتات بننقله لمكان تاني، بس كده، دي عمليه التعريه. طب انا هسالك سؤال، ازاي الفتات ده بينتقل لمكان تاني؟ ازاي؟ يعني دلوقتي كده في ميه ماشيه، الميه دي هي بقى يا جميل اللي بتنقل الفتات، هي دي اللي بتنقل الفتات وهي ماشيه. بس انا هسالك سؤال، تفتكر الميه دي لو بطيئه ماشيه بالراحه على مهلها، هل هتنقل حاجات كبيره؟ هل هتقدر تنقل حاجات كبيره؟ لا مش هتقدر. طب لو الميه كانت سريعه جدا، هتنقل حاجات كبيره؟ ايوه. فاللي انا عايز اقوله ان كل ما سرعه الميه زادت، كل ما هتقدر تنقل حاجات كبيره، كل ما هتنقل حاجات كبيره كده اهو مثلا. طب سرعه الميه قلت ماشيه بالراحه، لا هتنقل حاجات اصغر. طب الميه مشيت بالراحه خالص، هتنقل حاجات اصغر خالص. طب قلت خالص، هتنقل حاجات اصغر خالص. يعني في الاخر هتقدر تنقل الطين بس. الاول ممكن تنقل فتات صخر كبير، بعدين بتنقل الطمي ده حاجه اكبر من الطين شويه. في الاخر خالص لو هي ماشيه بالراحه هتنقل حاجه اسمها الطين بس. فاللي انا عايز اقوله يا جميل ان كل ما السرعه زادت، كل ما الميه تقدر تنقل حاجات كتير. يعني تقدر كل ما زاد الحجم بتاع الصخر اللي تقدر تنقله. يعني علاقه طرديه. كلمه علاقه طرديه يعني ايه؟ يعني كل ما الميه زادت كل ما تقدر تنقل صخور كبيره. كل ما السرعه زادت كل ما الحجم زاد. طب السرعه قلت، الحجم هيقل، هنقل حاجات صغيره كده على قدنا. انت فاهم؟ فدي بتجي لك في الامتحان، يقول لك ايه اللي هيحصل يعني لو سرعه الميه عاليه؟ قول له هتستطيع نقل فتات صخري كبير. طب ايه اللي هيحصل لو سرعه الميه بطيئه؟ قول له لن تستطيع نقل فتات صخري كبير وتنقل احجام صغيره جدا. وكل ما قلت السرعه كل ما قل الحجم اللي نقدر ننقله. خلاص. طيب انت فهمت التعريه يعني ايه؟ التعريه يعني عندي فتات صخري بيتنقل لاماكن ثانيه، لما يتنقل بنسمي ده ايه؟ الرسوبيات. طيب الرسوبيات دي يا جميل، الرسوبيات دي يا جميل بتبقى مش واحده ولا اتنين، لا دي كميه كتيره فوق بعض، كميه في رسوبيات كتير فوق بعض. الرسوبيات دي يا جميل بتضغط على بعض، يعني مش قاعدين كده كل واحده لوحدها، لا الرسوبات دي بتضغط على بعض عبر ملايين السنين، وقت كتير جدا. فلما تضغط على بعض بنسمي العمليه دي يا جميل، عمليه دي، هو لما تضغط على بعض بس ايه اللي هيحصل؟ لما الرسوبيات دي تضغط على بعض ايه اللي هيحصل يعني؟ اللي هيحصل ان هيتكون صخر، هيتكون حجر. فعشان هيتكون صخر فبقول لك العمليه دي اسمها عمليه التصخر. يبقى عمليه التصخر يعني ايه؟ يعني في صخر اتكون. ليه؟ بسبب ان الرسوبيات انضغطت على بعض. تاني، كلمه التصخر يعني ايه؟ التصخر يعني انضغاط الرسوبيات عبر ملايين السنين عشان تكون لي صخور اسمها الصخور الرسوبيه. يبقى تاني كده عشان بس ايه الناس تبقى متابعه معايا وفاهمه الكلام بالراحه خالص. دلوقتي في حجر اهو، صخر اهو، الصخر ده اتاكل واتكسر، يبقى دي عمليه تجويه. طيب الفتات الصخري ده اتنقل لمكان تاني، معنى انه اتنقل يعني دي عمليه تعريه.
اللي اتنقلوا دول اسمهم ايه؟ اسمهم رسوبيات. الرسوبيات دي واحده ولا اتنين؟ لا دول كتير قوي، عبر ملايين السنين بيتضغطوا على بعض بيكونوا لي صخر. يبقى هنسمي العمليه دي التصخر. اسمها ايه؟ التصخر. يعني ايه؟ يعني انضغاط الرسوبيات على بعضها عبر ملايين السنين. هينتج صخر اسمه ايه؟ اسمه الصخر الرسوبي، عشان هو اسمه الصخور الرسوبيه. يبقى الصخور الرسوبيه دي نتجت ازاي؟ نتجت من تصخر انضغاط يعني الرسوبيات عبر ملايين السنين. انت فاهم؟ متابع معايا؟ يبقى في الامتحان لما يقول لك ايه اللي هيحصل لما يكون عندك، تعرف انت لو في طينه، الطينه دي كتيره جدا على بعض، كتيره كتيره كتيره، هتجمد كلها على بعض تكون لي حته ناشفه كده اهو، صخر يعني، خلاص. فساعتها هنسمي ده صخر رسوبي. فلما اقول لك في الامتحان ايه اللي هيحصل لو اتضغطت الرسوبيات على بعضها بقى كوم كده كتير على بعضه، قول له هيؤدي الى تصخر الصخور الرسوبيه. تصخر الرسوبيات مكونه حاجه اسمها الصخور الرسوبيه. الصخور الرسوبيه دي يا شطار في منها 3 انواع، يا اما يكون حجر رملي، يا اما يكون حجر جيري، يا اما يكون حجر طيني. يعني ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك ايه امثله الصخور الرسوبيه اللي تعرفها؟ قول له في طينه تمام؟ لا ما تقولوش طينه طبعا، بهزر معاك. في حجر طيني، وفي حجر رملي رمله، وفي حجر جير اللي هو كربونات الكالسيوم زي ما احنا قلنا. يبقى الصخور الرسوبيه في منها 3 انواع او 3 امثله عليك: حجر رملي وحجر جيري وحجر طيني. انت فاهم ولا ايه؟ معايا ولا مع الاسف؟ احنا بنشرح في ايه؟ بنشرح في الصخور. قلنا بقالنا ساعه الصخور دي في منها 3 انواع. في صخور اسمها صخور رسوبيه، هي بقى دي الصخور الرسوبيه اللي انا بشرحها لك. فاهم؟ ده كله عشان اصلا اقول لك الصخور الرسوبيه اتكونت ازاي. في فتات صخري الضغط على بعضه كتير قوي، الضغط على بعضه كون لي الصخور الرسوبيه اللي احنا بنشرحها دي. ايه الامثله بتاعتها او الصخور الرسوبيه دي؟ زي ايه؟ زي حجر رملي، حجر جيري، وحجر طيني. تمام؟ طيب وبعدين نعمل ايه بالظبط؟ دي الصخور الرسوبيه. الصخور الرسوبيه دي يا جميل قلنا عباره عن رسوبيات، رسوبيات كده كتير. الرسوبيات دي يا جميل في بينها وبين بعضها مسافات. فبيقول لك ان الصخور الرسوبيه دي بيكون فيها مسام. ايه مسام؟ يعني ايه مسام؟ مسام يعني فتحات مساميه، يعني في ثقوب في فتحات. طب ليه في فتحات في ثقوب؟ ليه في مسام؟ ليه؟ عشان الفتات الصخري مش لازقه في بعضه، في مسافات بينيه بين الجزيئات وبعضها. خد بالك من المعلومه دي. يبقى الصخور مش لازقه ببعضها كده، الدقائق بتاعتها مش لازقه كده، لا فيها فتحات طبعا صغيره جدا. ليه فيها فتحات؟ عشان في مسافات بينيه، في مسافات بين الدقائق وبعضها. خلاص. طيب كمان يا جميل الصخور الرسوبيه لما تتكون، احنا قلنا الصخور الرسوبيه دي بتضغط على بعضها، الصخور الرسوبيه دي بتضغط على بعضها، الصخور الرسوبيه دي بتضغط على بعضها. فممكن لما تضغط على بعضها يكون في حيوان جواها. زمان كان في حيوان جواها زي الديناصور. تسمع عن الديناصور؟ الديناصور ده حيوان كان موجود زمان وما بقاش موجود، انقرض يعني، خلص. فممكن يلاقوا جوه الصخور دي، جوه الصخور الرسوبيه دي حيوانات. وعشان الحيوانات دي ما بقتش موجوده دلوقتي، حيوانات كانت موجوده زمان، بيسموها حفريات. بيسموها ايه؟ حفريات. يبقى كلمه حفريات يعني ايه يا جميل؟ كلمه حفريات يا جميل يعني اثار وبقايا الكائنات اللي كانت موجوده زمان. هنلاقيها فين؟ في بيتنا؟ لا، هنلاقيها في الصخور الرسوبيه. يبقى الصخور الرسوبيه بتتميز بحاجتين خليك عارفهم: ان فيها مسام، فتحات يعني عشان في مسافات بينيه، وان فيها حفريات. حفريات يعني ايه؟ يعني حيوانات كانت موجوده زمان ومش موجوده دلوقتي. موجوده فين الحفريات دي؟ في الصخور الرسوبيه. انت فاهم يعني ايه صخور رسوبيه؟ بكل بساطه صخور رسوبيه يعني فتات حصو، تمام؟ بس طبعا فتات صخري كتير قوي عبر ملايين السنين اتجمع مع بعضه بعمليه التصخر. تصخر يعني اتضغط مع بعضه، اتضغط قوي. فلما اتضغط كون لي صخر رسوبي. صخر سميناه صخر ايه؟ سميناه ايه؟ منار؟ لا، سميناه صخر رسوبي. الصخور الرسوبيه دي مالها؟ ايه صفاتها؟ فيها مسام، وتاني حاجه ممكن يبقى فيها حيوانات اللي احنا سميناها حفريات. ماشي؟ طيب احنا قلنا يا شطار ان في حاجات معينه بتحصل للصخور عبر ملايين السنين. قلنا في عمليه اسمها التجويه وشرحناها، وفي عمليه اسمها التعريه وبرضه شرحناها دلوقتي. التعريه يعني الفتات نقلناها لمكان تاني، ولما بيتضغط بيكون له صخور رسوبيه زي ما شرحنا. في عمليه اسمها الانصهار والتبلور، دي اللي احنا محتاجين نشرحها. احنا قلنا يا شطار
الصخور او الحجاره ثلاث انواع، يا اما انها تكون صخور رسوبيه، وعرفنا مع بعض بتتكون ازاي. الصخور الرسوبيه بتتكون من انضغاط الرسوبيات مع بعضها، فالصخور الرسوبيه بتتكون بالطريقه دي. النوع الثاني يا شطار هو صخور متحوله، ودي اللي هنتكلم عنها حالا. النوع الثالث من الصخور يا شطار قلنا فيه صخور ناريه. حبايبي ما تتوهوش مني، كل اللي بنقوله ان في ثلاث انواع من الصخور. في صخور رسوبيه شرحنا بتتكون ازاي، وفي صخور متحوله، وفي صخور ناريه هنتكلم عنها دلوقتي. هفكرك برضو ان احنا قلنا الصخور الموجوده دي بيحصل لها عمليات، بيحصل لها تغيرات فيزيائيه وكيميائيه بتؤدي لحدوث عمليات معينه. يعني الحجاره الموجوده دي في حاجات معينه بتحصل ليها. قلنا في حاجه اسمها التجويه، وفهمنا التجويه يعني ايه، وفي حاجه اسمها التعريه، وفي حاجه اسمها الانصهار والتبلور. الحاجات دي بتحصل للصخور يا حبايبي، بتحصل في الحجاره. التجويه قلنا يعني تكسير الصخور، التعريه يعني الحاجات اللي اتكسرت دي تتنقل، انتقال الرسوبيات او انتقال المواد اللي اتكونت ساعه التجويه وتروح لاماكن ثانيه فيكون اسمها الرسوبيات. الانصهار والتبلور بقى ده جميل، هو ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. عايزك تركز معايا، احنا لسه ما قلناش اي حاجه خالص في الجزء ده. احنا دلوقتي يا شطار انا وضحت لك ايه الصخور دي موجوده فين؟ موجوده في بيتنا؟ لا، الصخور دي يا جميل يا اما انها تكون موجوده على سطح الارض، يعني على الارض من فوق، يا اما تكون موجوده، اتخيل معايا دي الارض، دي الارض اللي احنا عايشين عليها، دي الارض اللي احنا واقفين عليها. تحت الارض بقى في صخور، يعني تحت الارض يا شطار في صخور، في حجاره. الصخور اللي تحت الارض دي يا شطار مش موجوده كده وخلاص، لا دي بتتعرض لضغط، يعني بتضغط، وبتتعرض كمان لارتفاع درجة حرارة. ولما الصخور دي يا حبايبي تتعرض لضغط ودرجة حرارة عالية، بس خلي بالك درجة حرارة مش هتوصلها للانصهار، يعني مش هتخلي الصخور دي تنصهر. يعني ايه تنصهر؟ يعني تتحول لمية. تاني بنقول ايه؟ بنقول ان الصخور اللي تحت الارض اللي احنا عايشين عليها دي بتتعرض لضغط، بتضغط وبتتعرض لدرجة حرارة بس دون الوصول لدرجة الانصهار. يعني ايه دون الوصول لدرجة الانصهار؟ يعني الصخور دي مش هتتحول لمية من الآخر. ساعتها هيتكون نوع تاني من الصخور، هيتكون نوع تاني. احنا كان عندنا الصخور الرسوبية، لا هيتكون بقى نوع تاني من الصخور اسمه الصخور او اسمها الصخور المتحولة. يبقى هي دي الطريقة اللي بتتكون بها الصخور المتحولة. تاني ركز معايا عشان الكلام ده مهم. بنقول ايه؟ بنقول بكل بساطة احنا عايشين دلوقتي على الارض اهو، تمام؟ في تحت الارض صخور رسوبية. اتكونت ازاي الصخور الرسوبية؟ اتكونت من انضغاط الرسوبيات وفهمناها. طيب الصخور الرسوبية دي جميل، كنا شرحنا وقلنا ان في مسام بين الدقائق بتاعتها، في حتت فاضية، في فراغات، يعني مش مضغوطة قوي. ولكن الصخور الرسوبيه اللي مش مضغوطه قوي دي لما تتعرض لضغط تاني وحراره تانية عاليه، سخونه، نار سخونه عاليه بس دون الوصول لدرجه الانصهار، يعني مش هتحولها لميه، ساعتها الصخور الرسوبيه اللي قدامك دي، هتتحول لصخور متحوله. يبقى لما نيجي نقول على الصخور المتحوله دي اتكونت ازاي، هتعرف تقول؟ ايوه هتعرف تقول. الصخور المتحوله دي يا جميل دي صخور ناتجه، صخور متحوله دي صخور ناتجه من تعرض الصخور اللي في باطن الارض، الصخور اللي تحت الارض، لضغط وحراره شديدين، ضغط عالي وحراره جامده، بس خلي بالك دون الوصول لدرجه الانصهار. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني الصخور دي مش هتتحول لميه، مش هتصل لدرجه الانصهار، يعني مش هيبقى زيها زي الميه. انت فهمت؟ اقصد يعني مش ميه، اقصد سائل، يعني مش هتبقى سائله. يبقى تاني الصخور المتحوله دي صخور ناتجه من ايه؟ دي صخور اتكونت ازاي اصلا؟ دي صخور اتكونت بسبب ان الصخور الرسوبيه الموجوده تحت الارض اتضغطت، فما بقاش في مسام، ما بقاش في فراغات بين الدقائق بتاع الصخور الرسوبيه، فساعتها
الصخور الرسوبيه دي اللي اتعرضت لضغط وحراره عاليه بس دون الوصول لدرجه الانصهار هتتحول لصخور متحوله. يبقى الصخور المتحوله دي اصلا كانت صخور رسوبيه اتضغطت وتعرضت لسخونه جامده دون الوصول لدرجه الانصهار، ساعتها بقى اسمها صخور متحوله. خلاص يا جميل؟ طيب ايه رايك لو احنا فضلنا نبحث تحت في الارض خالص، ونزلنا في باطن الارض خالص، ونزلنا تحت يعني في الارض اكتر، هنلاقي ان الصخور الرسوبيه دي يا جميل في صخور رسوبيه تحت الارض تاني، تحت في العمق. يعني لو دي الارض في صخور تحت خالص، الصخور اللي تحت خالص خالص دي يا جميل برضو تتعرض لضغط وحراره، والحراره او السخونه اللي جامده قوي دي يا جميل دي بقى ممكن تخلي الصخور دي تصل لدرجه الانصهار. يعني ممكن تخلي الصخور دي تنصهر، تخلي الصخور دي تنصهر. يعني ايه تنصهر؟ يعني تبقى زي الميه، تبقى زي السائل، وساعتها السائل ده او الميه دي اللي انصهرت دي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها الصهير. اسمها ايه؟ الصهير، او لها اسم تاني الماجما. الايه؟ الماجما. حبايبي ما تتوهوش مني، مش بنقول حاجه صعبه، كل الكلام بكل بساطه. في حجاره تحت الارض، حجاره في باطن الارض. الحجاره اللي في باطن الارض دي بتتعرض لضغط جامد، بتضغط جامد، وبتتعرض كمان لسخونه جامده، حراره شديده. السخونه الجامده دي بتخلي الصخور تدوب زي الميه. الماده اللي دابت دي او السائل اللي داب ده اسمه الصهير او الماجما. لما نيجي نعرف الماجما دي يا جميل نقول دي ماده منصهره شديده الحراره، ماده سخنه جدا جدا. نتجت منين الماده دي؟ نتجت من ايه بالظبط؟ نتجت من انصهار المعادن المكونه للصخور الموجوده في باطن الارض. ما هي الصخور دي عباره عن ايه؟ عباره عن معادن، وانا قلت لك كده. فالمعادن دي لما تتعرض لسخونه جامده جدا جدا هتنصهر. يعني ايه تنصهر؟ يعني تتحول لسائل، والسائل ده هيبقى اسمه الصهير او الماجما. ايه كلمه الماجما دي؟ زي ما اقول لك مثلا بيبسي او عصير تفاح مثلا، دي ماجما بقى. يعني ايه ماجما؟ يعني ماده سائله ومنصهره. منصهره يعني زي الميه، شديده الحراره، سخنه جدا جدا جدا. نتجت من ايه؟ نتجت من انصهار المعادن المكونه، نتجت من انصهار المعادن المكونه للصخور اللي في الارض، للصخور اللي في باطن الارض، بسبب تعرضها لايه؟ يعني لدرجه حراره عاليه جدا جدا جدا. تمام؟ يبقى احنا يا شطار لو احنا عندنا دي الارض، واحنا نزلنا في الارض تحت خالص خالص، هنلاقي ان في حاجه في الارض من تحت خالص اسمها الماجما. وانت بقى دلوقتي شاطر وفاهم الماجما يعني ايه؟ يعني ماده زي الميه بس سخنه جدا جدا جدا. جت منين دي؟ اتكونت ازاي؟ اتكونت بسبب تعرض المعادن دي، المعادن المكونه للصخور، لدرجه حراره عاليه جدا جدا. تمام؟ والماده دي يا جميل الماده الملتهبه المولعه دي لما يحصل بركان، بتسمع عن البركان؟ البركان ده زي جبل كده بيطلع منه نار، اهي النار دي هي دي الماجما بقى. تمام؟ الماجما دي يا جميل اوقات بتطلع على الارض، بس في دول الحمد لله مش بيحصل في مصر الكلام ده. الماجما دي الماده السخنه قوي دي اوقات بتطلع كده، بتطلع على الارض، بتطلع على سطح الارض. فلما تطلع على سطح الارض يا جميل النار السخنه قوي 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 دي يا جميل، بيقول لك ان الماجما لما تطلع على سطح الارض، ادي سطح الارض، الارض من فوق يعني بتفقد جزء من الغازات، يعني يبقى عندها غازات معينه بتفقدها، بتخسرها. وساعتها يا جميل بيبقى الماجما اللي طلعت على سطح الارض دي لها اسم تاني، اسمها اللافا. اسمها ايه؟ اللافا. يبقى كلمه اللافا يعني ايه؟ كلمه اللافا انت عارف كلمه اللافا دي يعني الحمم البركانيه. يعني ايه؟ كلمه اللافا هي الماجما بس لما تطلع على الارض. يبقى الماجما دي تحت. يعني ايه ماجما؟ قلت لك الماجما يعني ماده سائله في الارض من تحت، سخنه جدا بس تحت الارض. طب لو طلعت الماده دي فوق يبقى اسمها اللافا. يبقى الماجما دي يا جميل ممكن تطلع فوق على سطح الارض يبقى اسمها اللافا. وخد بالك ان الماجما دي ممكن يا اما تطلع فوق يا اما تدخل في الشقوق بتاع القشره الارضيه، شقوق القشره الارضيه. يعني ممكن تبقى هنا، ولو دخلت في شقوق القشره الارضيه برضه اسمها ماجما. برضه اسمها ايه؟ اسمها ماجما. طالما ما طلعتش على سطح الارض خلاص ما اسمهاش لافا. اللي عايز اقوله ان الماده المنصهره اللي تحت دي اتكونت ازاي؟ بسبب تعرض الصخور اللي في الارض لحراره شديده جدا، فالمعادن بتنصهر، بتدوب، حرفيا بتدوب وتبقى زي الميه.
طيب وبعدين بتروح فين يعني الميه دي؟ بتروح يا اما في القشره الارضيه، يعني في الارض بس من تحت شقوق كده، فيها شقوق تمام، وبرده يبقى اسمها الماجما. يا اما تطلع فوق يبقى اسمها اللافا. وخد لي بالك ان الماده دي لما تطلع فوق بتبرد بسرعه. بتبرد بسرعه. فلما تبرد بسرعه طلعت في الارض بقى، في الجو فوق في هواء وفي حاجات حلوه، فتبرد بسرعه. فلما تبرد بسرعه بتكون لي صخور الدقائق بتاعتها صغيره، يعني صخور الحبيبات بتاعتها صغيره، ممكن ما نقدرش نشوفها بالعين المجرده. والصخور دي يا جميل، الصخور دي مش كانت نار؟ الصخور دي نار اصلا، عشان كده الصخور دي هنسميها صخور ناريه. يبقى الصخور الناريه بقى، عرفت الصخور الناريه اتكونت ازاي؟ اتكونت من تبريد اللافا اللي اتكونت على سطح الارض. وخد بالك ان برضو الماجما اللي في القشره الارضيه دي، الماجما اللي في الشقوق يعني في الشقوق بتاع الارض دي، برضو لما تبرد هتكون لي صخور ناريه. ما هي صخور ناريه يعني صخور كانت نار، صخور كانت مولعه. بس الصخور اللي اتكونت من الماجما اللي في القشره الارضيه دي جميل، دي كده صخور ناريه برضو، بس حجم البلورات بتاعتها كبيره. يعني الصخور ممكن اشوف الحتت بتاعتها، اشوف قوالب الطوب بتاعتها بالبلدي يعني، تمام؟ يعني ده مثلا صخر وده صخر، بس شوف ده البلورات بتاعته حاجات صغيره، لكن ده البلورات بتاعته حاجات كبيره. تاني عشان ما تتوهش مني، دلوقتي يا اخويا الجميل في الارض من تحت خالص في سخونه جامده جدا جدا. السخونه الجامده دي بتخلي الصخور اللي تحت خالص تولع، تنصهر وتكون لي ماده اسمها الماجما. الماجما دي الماده يعني الماده السائله المنصهره اللي عامله زي الميه اللي في الارض. الماجما دي يا اما تطلع على سطح الارض وساعتها هتبرد، ساعتها يبقى اسمها اللافا، وهتبرد بسرعه وهتكون لي صخور ناريه، بس البلورات بتاعتها صغيره لانها بردت بسرعه. ولكن الماجما دي برضه ممكن تدخل في القشره الارضيه من تحت، يعني تبقى لسه ما طلعتش على السطح بس تدخل في القشره الارضيه، هيبقى اسمها الماجما برضه، وساعتها هتبرد ببطء، يعني هتبرد بالراحه بقى، تاخد وقتها. فلما هتبرد ببطء البلورات بتاعتها يا جميل هتبقى كبيره ونقدر نشوفها بعيننا عادي. انتوا عارفين حتى هو مديك مثال الصخور اللي ممكن تتكون بسبب تبريد الماجما في القشره الارضيه من تحت. بيقول لك فيه عندك نوعين من الصخور، في صخر اسمه الجرانيت وفي صخر اسمه الجبرو. الصخور دي يا جميل الجرانيت والجبرو دول اتكونوا في الارض تحت الارض، بس بسبب التبريد البطيء، يعني الماجما بردت ببطء، فلما بردت ببطء البلورات بتاعتها يعني الحاجات اللي مكوناها كبيره ونقدر نشوفها عادي. ولكن اللافا اللي هي بردت بسرعه جامده، بردت على طول، فالبلورات بتاعتها صغيره ممكن ما اقدرش اشوفها بعيني اصلا. وهو مديك مثال زي صخر اسمه صخر البازلت، في صخر اسمه البازلت وصخر اسمه الخفاف. الصخرين دول يا جميل اتكونوا بسبب تبريد اللافا على سطح الارض. دلوقتي في ماده منصهره في الارض من تحت، الماده دي ممكن تطلع تخش في الشقوق، الماده دي اسمها الماجما اصلا، ممكن تخش في الشقوق برضه هيبقى اسمها الماجما، هتبرد على مهلها، هتبرد بالراحه، فتكون لي صخور ناريه اسمها زي مين قصدي؟ زي الجبرو والجرانيت، الجرانيت والجبرو. طب ممكن الماجما، ماده الماجما دي تطلع على سطح الارض فوق، فساعتها هيبقى اسمها اللافا، فهتكون لي، هتبرد بسرعه جامده وهتكون لي صخور البلورات بتاعتها صغيره زي مين؟ زي البازلت والخفاف. انت معايا؟ طيب هنعيد تاني بالراحه عشان الموضوع ده مهم جدا 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 جدا. دلوقتي بكل بساطه هعيد كل الصخور الرسوبيه دي من الاول خالص، ركز معايا بالراحه. الصخور الرسوبيه دي اتكونت ازاي؟ بسبب انضغاط الرسوبيات. بس كان عندي حتت صغيره حصو وحاجات صغير كده اتضغط مع بعضه، طبعا مش حصو بالظبط يعني عشان بس الناس تفهم، اتضغط مع بعضه كون لي صخور رسوبيه. فين؟ في بيتنا؟ لا، يا اما على سطح الارض، على الارض من فوق، يا اما تحت الارض. طيب الصخور الرسوبيه اللي تحت الارض دي قاعده كده في حالها ومبسوطه وتمام؟ لا، دي عماله تتضغط، بيحصل لها ضغط ودرجه حراره. لو حصل لها ضغط ودرجه حراره بس من غير ما تنصهر، يعني من غير ما تتحول لسائل زي الميه كده، ساعتها هنسمي الصخور دي الصخور المتحوله. انت عارف زي مين؟
احنا قلنا الصخور الرسوبيه زي مين؟ احنا قلنا الصخور الرسوبيه زي الحجر الجيري، وزي الحجر الرملي، وزي الحجر الطيني. انت عارف الحجر الجيري ده، لو اتضغط مع بعضه وتعرض لدرجه حراره دون الوصول لدرجه الانصهار هيتحول لنوع حجر اسمه الرخام. يبقى الرخام ده يا جميل صخر متحول، كان اصله حجر جيري بس اتضغط، يبقى الحجر الجيري ده صخر رسوبي، لما يتضغط يتحول لي لرخام. الحجر الرملي نفس الكلام، لما يتضغط مع بعضه هيكون لي صخر متحول اسمه الكوارتزيت. اسمه ايه؟ الكوارتزيت. يبقى تاني بنقول ايه؟ بنقول ان الصخور الرسوبيه اللي في الارض من تحت لما تتضغط وتتعرض لحراره جامده بس من غير ما تدوب زي الميه هتتحول لي لصخور متحوله. الصخور الرسوبيه هتتحول لي لصخور متحوله زي مين؟ زي حجر اسمه الحجر الجيري هيتحول لرخام، او حجر اسمه الحجر الرملي ده صخر رسوبي هيتحول لحاجه اسمها كوارتزيت، صخر اسمه كوارتزيت. معلش انا عارف الاسماء الجديده بس مع التكرار هتحفظها. طيب يبقى كده الصخور المتحوله اتكونت ازاي؟ الصخور المتحوله اتكونت بسبب ان الصخور الرسوبيه اتضغطت وتعرضت لدرجه حراره عاليه بس من غير ما نصل لدرجه الانصهار، من غير ما ننصهر. وقلت لك زي مين؟ طب افرض انصهرنا، يعني افرض الصخور الرسوبيه اللي تحت دي اتطهرت، يعني انصهرت اتحولت لميه لسائل زي الميه، ساعتها السائل اللي زي الميه ده هنسميه الصهير او الماجما. يبقى كلمه الماجما دي يعني ايه؟ دي يعني ماده منصهره، يعني ماده دايبه زي الميه، شديده السخونه، سخنه جدا جدا جدا. موجوده فين؟ في بيتنا؟ ولا اتكونت ازاي؟ اتكونت بسبب انصهار المعادن المكونه للصخور اللي في بطن الارض. فالماده دي اسمها ايه؟ الماجما. طيب الماجما دي قلنا زي الميه، بتتحرك، سائل زي الميه، فممكن يتحرك في القشره الارضيه وبعدين يبرد، فيبرد بالراحه، فلما يبرد بالراحه هيكون لي صخور ناريه بس حجمها كبير زي مين؟ زي حاجه اسمها الجرانيت وحاجه اسمها الجابرو. يا اما الماجما دي تطلع فوق على الجبل، على البركان من فوق، فساعتها يبقى اسمها اللافا. يبقى اللافا هي الماجما بس لما تطلع على سطح الارض من فوق. اللافا دي ممكن تبرد بس بسرعه، تبرد بسرعه جامده، فالبلورات بتاعتها تبقى صغيره زي مين؟ زي البازلت والخفاف. ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك هو احنا نقدر ليه نقدر نشوف حجم بلورات الجرانيت مثلا؟ لان الجرانيت ده اتكون في الارض بس ما نقدرش نشوف البازلت. يعني ليه نقدر نشوف ده وما نشوفش ده؟ قول له لان الجرانيت اتكون من التبريد البطيء، خد وقته فبقى كبير، بلورات كبيره، ولكن الخفاف او البازلت اتكون بسبب التبريد السريع لللافا. تمام؟ فلما بردت بسرعه البلورات بقى حجمها صغير فمش هقدر اشوفها على طول. انت فاهم؟ يبقى كده لو قلت لك الصخور الناريه دي اتكونت ازاي هتبقى عارف، المفروض تبقى عارف الصخور الناريه اتكونت بسبب التبريد السريع لللافا على سطح الارض، او التبريد البطيء للماجما بين شقوق القشره الارضيه. التبريد البطيء للماجما بين شقوق القشره الارضيه. خلاص؟ خد بالك ان لو اللافا بردت بسرعه على الارض من فوق هتكون لي صخور اسمها الصخور سطحيه. يعني ايه سطحيه؟ يعني اتكونت على السطح، اتكونت على الارض من فوق. ولكن لو الماجما بردت في القشره الارضيه تحت، يعني تحت الارض، فهتكون لي صخور اسمها صخور جوفيه. الصخور الجوفيه زي الجرانيت والجبر يعني، والصخور السطحيه زي البازلت والخفاف. يعني من الاخر الماده السخنه المولعه دي الموجوده في الارض دي لو طلعت على الارض من فوق هتكون لي صخور سطحيه. لو ما طلعتش، ما لحقتش تطلع فوق كده خالص وكانت بين الشقوق وبعضها، فتكون لي صخور اسمها صخور جوفيه. زي مين الجوفيه دي؟ زي الجابرو والجرانيت. خد بالك ان احنا نقدر نستخدم الصخور دي في البناء، نبني بيها. يعني اصلا المصريين القدماء الفراعنه استخدموا الحجر الجيري في بناء الاهرامات. يعني الاهرامات دي فيها حجر جيري اصلا. الحجر الجيري ده من ضمن الحجور، من ضمن الصخور الرسوبيه، ما تنساش حجر جيري صخور رسوبيه. وكمان الرخام ده من ضمن الصخور المتحوله. يعني اصلا الحجر الجيري بيتحول لرخام. الرخام ده جميل يستخدم في بناء مبنى في الهند اسمه تاج محل. في مبنى كده في الهند اسمه تاج محل. المبنى ده
استخدموا في بنائه الرخام، صخور الرخام. فيعني ممكن يجي لك في الامتحان يقول لك هو احنا ممكن نستخدم الصخور في البناء؟ قول له ايوه، ده المصريين القدماء استخدموا الحجر الجيري في بناء الاهرامات، والرخام كمان استخدم في بناء تاج محل بالهند، مبنى في الهند كده اسمه تاج محل. خلاص يا جميل؟ طيب كده لو انت مركز معايا يا جميل هتلاقي ان الصخور دي بتتحول لبعض. ازاي؟ يعني تعالوا كده نركز في اللي انا هقوله ده، عشان الكلام ده مهم قوي بصراحه، وهو ده اصلا يعتبر عنوان الدرس. الصخور الرسوبيه دي لما تعرضت، الصخور الرسوبيه دي يا جميل لما تعرضت لضغط وحراره بس من غير ما تصل دون انصهار، يعني من غير ما تنصهر، اتحولت لايه؟ اتحولت لصخور متحوله. يعني الصخور الرسوبيه اتحولت لصخور متحوله لما تعرضت لضغط وحراره بس دون الوصول لدرجه الانصهار. طب افترضنا وصلت لدرجه الانصهار، يعني الصخور دي فضلت تسخن 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 لحد ما وصلت لدرجه الانصهار، ساعتها الصخور المتحوله دي هتتحول لصخور ناريه. يعني لو وصلنا لدرجه الانصهار وتكون ماجما اللي هي دي، الصخور المتحوله دي هتتحول لصخور ناريه. يعني الصخور الرسوبيه اتحولت لصخور متحوله، والمتحوله لو اتضغطت قوي وبقت سخنه قوي قوي هتتحول لصخور ناريه. طب ما هي الصخور الناريه دي، الصخور الناريه دي لو حصل لها عمليات تجويه وتعريه، وانت بقى فاهم يعني ايه تجويه وتعريه؟ تجويه يعني تتكسر، وتعريه يعني ننقل الحاجات اللي اتكسرت دي، ساعتها هيتكون رسوبيات اللي هتكون لي صخور رسوبيه. الله، يعني الصخور الرسوبيه اتحولت لصخور متحوله؟ ايوه لما اتضغطت، والصخور المتحوله لو اتضغطت اكتر وتعرضت لحراره اعلى هتتحول لصخور ناريه. طب ما الصخور الناريه لو تعرضت لعمليات تجويه وعمليات تعريه ساعتها تتحول لصخور رسوبيه تاني، ونفضل نلف بقى في الدايره دي. وبرضه على فكره الصخور المتحوله دي لو حصل لها عمليات تجويه وتعريه تتحول لرسوبيات اللي لما بتضغط تتحول لصخور رسوبيه. يعني الصخور المتحوله هي كمان بالتجويه والتعريه ممكن تتحول لرسوبيات. رسوبيات يعني حاجات كده لما تضغط تتحول لصخور رسوبيه. الصخور الناريه نفس الكلام، ممكن تتحول لصخور متحوله. الصخور الناريه ممكن تتحول لصخور متحوله لما يحصل ليها او لما تتعرض لضغط وحراره. الكلام اللي انا عمال اقوله ده يا جميل دي دوره، يعني عمالين نلف ورا بعض. فالموضوع ده كده كله على بعضه يا جميل اسمه دوره الصخور. يبقى كلمه هو بقى الدرس بقى، وده عنوان الدرس بقى. شوف احنا بنشرح بقالنا 100 ساعه عشان الحته دي. هي بقى دي دوره الصخور يا جميل. يبقى يعني ايه دوره الصخور بقى زي ما انت فاهم وزي ما انت شايف؟ دوره الصخور زي ما انت شايف هو تحول الصخور من نوع لاخر، يعني الصخور تتحول لدي او ترجع لدي او كده حسب. تحول الصخور من نوع لاخر امتى وهي قاعده فاضيه كده؟ لا، عندما تتعرض لعمليات معينه. ايه العمليات دي؟ عمليه تجويه، عمليه تعريه، عمليه انصهار وتبلور. عمليه انصهار وتبلور ساعتها بتتحول من نوع لاخر. يبقى كلمه دوره الصخور يا شطار يعني ايه؟ يعني ايه دوره؟ يعني ايه الدوره دي؟ يعني تحول الصخر من نوع لاخر. ليه؟ او ايه السبب؟ او امتى بيتحول من نوع لاخر؟ لما يتعرض لعمليات معينه زي عمليه التجويه وفهمنا يعني ايه، وعمليه التعريه وبرضه فهمنا يعني ايه، وعمليه الانصهار. مهمه جدا جدا، خليك عارفها عشان بتيجي في الامتحان. ماشي يا جميل؟ في نهايه الدرس ده يا شطار بيقول لنا عارف الشمس؟ تقول لي ايوه عارف الشمس، الشمس اللي منوره الكون. هقول لك في الحقيقه محدش منور الكون زيك، ركز معايا دلوقتي يا جميل. الشمس دي بتدي ضوء، بيطلع منها ضوء الشمس. ضوء الشمس ده بيروح فين؟ بيروح في كل مكان. من ضمن الاماكن اللي بيروح فيها بيروح للنبات. فالنبات قلنا بقى ايه في الوحده الثالثه؟ النبات بيستفيد من ضوء الشمس ده علشان يعمل عمليه اسمها عمليه البناء الضوئي. وشرحنا قلنا عمليه البناء الضوئي دي عشان النبات يكون غذاء ويكون الاكل بتاعه، عشان يبقى عنده طاقه. ما هو الاكل بتاعه اللي بيديه طاقه. طيب وبعدين النبات ده بيودي الطاقه دي فين؟ بيرميها؟ لا، النبات في الاخر الطاقه دي بتفضل موجوده فيه، بتفضل موجوده في النبات. يا اما النبات بيموت بيها اصلا، تمام، يعني النبات بينتهي بيها، يا اما في حد بياكل النبات ده
حشرات مثلا زي الجراد او ايا يكن اي حشر اي كائن حي بياكل النبات، فالطاقه دي، الطاقه اللي كانت عند النبات دي تنتقل لمين؟ تنتقل للحيوان اللي اكل النبات. هو احنا بنقول ايه؟ مش بنقول حاجه صعبه، بنقول الشمس هي مصدر الطاقه، الطاقه بتاع الشمس بتروح للنبات، او يعني النبات بيستفيد بطاقه الشمس عشان يكون ليه غذاء، والغذاء ده اللي هو طاقه. طيب بعدين الطاقه دي ممكن تروح للحيوان لو الحيوان تغذى على النبات ده. طيب وفي الاخر ممكن النبات ده يموت، والحيوان ده ممكن يموت، كده كده هيموت يعني. وبعدين هيروح في الارض، فهيدفن في الارض. وبعد فترة كبيرة جدا 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 ما النبات زائد الحيوان ده اتدفنوا في الأرض لملايين السنين، بيكونوا لي النبات والحيوان في الأرض، مدفونين في الأرض لأعماق كبيرة، بيكونوا لي حاجة اسمها وقود حفري. بيكونوا لي وقود حفري. إيه الوقود الحفري ده يا جميل؟ الوقود الحفري ده أنت عارف هو اللي هو إيه؟ اللي هو الفحم. عارف الفحم؟ طب عارف الغاز الطبيعي؟ الغاز الطبيعي اللي بيشغل بيه بنولع بيه النار وكده، هو ده الوقود الحفري. طب عارف البترول؟ البترول اللي هو بيطلع منه بنزين وبيطلع منه مواد كتير، اللي هو وقود حفري. يبقى الوقود الحفري ده عرفت يتكون ازاي؟ عارف البنزين اللي بيشغل العربيات؟ طب عارف الغاز الطبيعي اللي بيشغل اللي بيولع بيه النار؟ هو ده وقود حفري. اتكون ازاي؟ كان عباره عن نبات وحيوان ماتوا واتدفنوا في الارض، بس الكلام ده من سنين كتير قوي، من ملايين السنين. تمام؟ فلما ماتوا واتدفنوا في الارض كونوا له الوقود الحفري ده. يبقى لما جالك في الامتحان يقول لك الوقود الحفري ده عباره عن ايه؟ قول له ده وقود تكون منذ ملايين السنين. بسبب ايه؟ او اتكون ازاي؟ قال لك اتكون فين؟ في بيتنا؟ لا، اتكون في باطن الارض. ازاي؟ قال لك نتيجة سلسلة، يعني عدد كبير من التغيرات الفيزيائية والكيميائية. يعني في حاجات في تفاعلات حصلت كيميائية وفيزيائية. حصلت لإيه؟ لمين بالظبط؟ حصلت لمواد عضوية. يعني ايه مواد عضوية؟ اللي هي يعني المواد اللي من اصل عضوي، اللي هو النبات والحيوان. يبقى الوقود الحفري يا حلوين ركز معايا، الوقود الحفري ده وقود تكون امتى؟ امبارح؟ لا، تكون منذ ملايين السنين. الوقود ده اتكون من فترة كبيرة جدا، منذ ملايين السنين. اتكون فين؟ في بيتنا؟ لا، في باطن الارض. تكون في باطن الارض. نتيجة ايه؟ اتكون ازاي؟ نتيجة تغيرات فيزيائية وكيميائية حدثت لمواد عضوية. 5 حاجات اوعى تنساهم. الوقود الحفري عبارة عن ايه؟ ده وقود تكون منذ ملايين السنين في باطن الارض نتيجة تغيرات فيزيائية وكيميائية حدثت لمواد عضوية. خلاص؟ مواد عضوية اللي هي نبات وحيوان. الوقود الحفري ده زي ايه؟ لسه قايل لك دلوقتي. الوقود الحفري ده يا جميل قلت لك زي الفحم وزي النفط او البترول وزي الغاز الطبيعي. الحاجات دي بقول عليها وقود حفري، وانت بقى شاطر وعرفت اتكونت ازاي. الفحم ده يا جميل اصله نبات، يعني الفحم ده نبات اصله نبات، خصوصا النباتات الكبيره. تمام؟ يبقى الفحم ده اصله حيوان ولا نبات؟ لا، اصله نبات، خصوصا النبات الكبير. طيب النفط او البترول ده اصله ايه؟ اصله حيوان، اصله الحيوانات الدقيقه. اصله الايه؟ الحيوانات او الكائنات الدقيقه. يبقى النفط ده برضو اصله الحيوانات الدقيقه، والغاز الطبيعي برضو اصله الحيوانات الدقيقه. يبقى اللي انا عايز اقوله، اللي كون الفحم مين؟ انا؟ لا. امال مين؟ الحيوانات؟ لا. امال مين؟ النبات، خاصه الكبير منها. خلي بالك الحيوانات الدقيقه هي اللي كونت النفط والغاز الطبيعي، تحديدا الحيوانات البحريه الدقيقه، يعني الحيوانات اللي كانت عايشه في بحر زمان، الحيوانات البحريه الدقيقه. اخر معلومه عايزك تعرفها، عارف الغاز الطبيعي اللي بيولع البوتاجازات؟ تمام؟ الغاز الطبيعي ده يا جميل نكتبها هنا، الغاز الطبيعي ده يا جميل بيقول لك ان في غاز اسمه غاز الميثان. هو انت ما تعرفش ان الغاز الطبيعي ده اصلا اللي بيولع البوتاجازات ده اصلا عباره عن غازات كتير؟ يعني ده عباره عن مواد جواه، هو مش ماده واحده، لا ده عباره عن مواد. من ضمن المواد اللي في الغاز الطبيعي اللي بيولع البوتاجازات والحاجات دي غاز اسمه غاز الميثان. غاز الميثان ده بيقول لك انه بيمثل 90%
من الغاز الطبيعي. يعني اغلب الغاز الطبيعي عباره عن غاز اسمه غاز الميثان. كان مثلا لما اقول لك ايه الفصل بتاعكم لو هو مثلا فيه ولاد وبنات مثلا، ففي مثلا 20 ولد وفي 5 بنات مثلا، فكده نقول ان الفصل بتاعكم اغلبه ولاد. نفس الكلام الغاز الطبيعي في حاجات كتير، من ضمن الحاجات دي غاز الميثان. غاز الميثان ده اغلب الغاز الطبيعي، تمام؟ يبقى 90% من الغاز الطبيعي عباره عن غاز اسمه غاز الايه؟ غاز الميثان. غاز الميثان. خلاص؟ طيب، وبكده نقول يا 1000 و2000 و3000 مبروك، خلصنا بفضل الله الدرس الثاني في الوحده الرابعه. ايه ده احنا خلصنا الوحده الرابعه. لا، ثانيه، ده احنا خلصنا المنهج كله الحمد لله. بعرف امثل؟ طيب بقى قالوا لي في الكومنتات. الحمد لله خلصنا الوحده الرابعه على خير، خلصنا منهج العلوم اولى اعدادي الترم الثاني على خير. بصراحه اللي بيسمعني لحد هنا وكان مذاكر اللي فات، انت بطل، انت جامد والله. يعني انا فرحان بيك ان انت سمعت لحد هنا. ليه؟ لان المنهج بصراحه طويل، مش هنكذب، تمام؟ انا نفسي كنت بضغط وقتي جدا عشان الحق اسجل ليكم وعشان احضر ليكم وعشان اشرح ليكم، فانا كنت مضغوط جدا والله. وبصراحه ربنا وحده اللي وفقنا ان احنا نخلص، ده توفيق ربنا وحده. الحمد لله ان احنا خلصنا، ومبروك ان خلصت ووصلت لحد هنا. وان شاء الله طبعا شوف بقى فيديوهات الحل، يعني شوف الفيديوهات المراجعات النهائيه والحل اللي احنا بننزلها، عشان دي مهمه وهتنظم دماغك اكتر وهتخليك تكون مستعد للامتحان اكتر. ولو انت بتسمعنا على اليوتيوب شوف اول تعليق هتلاقي فيديوهات الحل دي. وطبعا بصراحه مهم يكون معاك مذكره المراجعه النهائيه عشان فيها اسئله كتير مهمه. لو عايز تحصل على مذكره المراجعه النهائيه على تليفونك بعدين تطبعها ورقيه زي كده لو عايز، فابعت لنا رساله شوف اول تعليق. دي مذكره يا جماعه فيها اسئله مهمه مع الاجابات، لو ما حصلتش عليها لحد دلوقتي فمهم انك تحصل عليها عشان خساره تدخل الامتحان من غيرها، تقدر تاخدها على تليفونك زي ما قلت. ولو انت على منصه مكارم فما تنساش تحل الاسئله الكتيره اللي احنا بننزلها ليكم وتشوف الاجابات برضو، او كده الاجابات هتظهر ليك. ولو عندك اي سؤال اسالنا على جروب المشتركين. اشوفكم في الفيديوهات القادمه يا ابطال. شكرا لكم والسلام عليكم.